دائما ما بنسمع عن مصطلح اسمه الحرية المالية أو the financial freedom بالإنجليزي، وهو مصطلح دائما ما يطلق على الناس اللي وصلوا لنجاحات كبيرة وعندهم ثروات فاحشة. فمثلا لما الناس تقول إنه هذا الشخص حر ماليا، معناها إنه وصل إلى الثراء، إنه يقدر يشتري أي شيء بده إياه. لكن هل هذا الكلام صح؟ هل الناس اللي يعدون أحرار ماليا فعلا لازم يكون معهم ملايين أو مليارات الدولارات؟ أو أي شخص عادي يمكن يصل إلى الحرية المالية؟ وطبعا كل شخص يقدر، لأنه الحرية المالية مو شرط أنك تكون مليونير أو معك مليارات الدولارات، لا، بل الحرية المالية هو فقط أنه دخلك يكون أعلى من مصروفك، وإنك ما تشتغل لما هذا الدخل يجي لعندك. بهذا الفيديو راح نتكلم عن هذا الشيء، كيف تصل إلى الحرية المالية، وكيف تبني هذا السيستم وهذا الجهاز اللي يجيب لك دخل بدون ما أنت تشتغل. أنا مثلا طالب بالجامعة حاليا، عم أصور بالجامعة، أنا عم أدرس، عامل يوتيوب، أنا ما فيني أروح وأشتغل شغل عادي، لذلك أنا مستثمر في مشاريع تجيب لي الدخل. وكيف إنه في 4 طرق حتى تصل إلى الحرية المالية. وقبل ما ندخل في التفاصيل، اضغط الاشتراك، اشترك بالقناة حتى تستفيد أكبر قدر من الاستفادة من هاي القناة. إذا أنت لازمك كتب عن التسويق وعن البزنس والعقلية السليمة، رابط الباتريون تبعي في خانة الوصف، روح اشترك بالباتريون فعليا مجانا، لذلك أنت اللي راح تستفيد إذا اشتركت بهاي القناة. طبعا أنا من لما وصلت لبريطانيا قبل تقريبا 8 سنين، شغلي الشاغل كانت الدراسة والشغل، لأنه الدراسة طبعا أنا طالب صيدلة حاليا في بريطانيا، بعد 2 سنين إن شاء الله راح أتخرج، لكن الشغل بدك تشتغل حتى تعيش. وكنت دائما ما اشتغل وأصرف، لأنه هاي هي الحياة، تشتغل وتصرف. ودائما ما كنت أشوف فيديوهات على اليوتيوب تحكي عن الحرية المالية، وكيف هذا الشخص اللي أنا أشوفه على اليوتيوب وصل إلى الحرية المالية ووصل للثراء، ويقول انه انا وصلت هيك وعملت هيك. لكن ابدا ما كنت افهم شلون اصل الى هذا المكان اللي خلص يعني ما اشتغل لكن يجيني دخل. الى ان وعيت اكثر وقريت كتاب الاب الغني والاب الفقير، واللي هو صراحة مرجعي في كل القرارات المادية اللي انا اتخذها حاليا. تكلم شوي عن الحرية المالية، وكان يقول انه الحرية المالية هي انك تكون نايم فعليا بمنزلك، تكون في عطلة مع اصحابك مع عيلتك، لكن يكون عندك دخل فعليا. انت مو لازم تشتغل للمال، لكن المال لازم يشتغل لك. فكل دولار او ريال او ليرة او جنيه استرليني معك لازم يكون موظف عندك. إذا تعرف كيف تشغل هاي المصاري وتعرف كيف توظفهم صح، انت راح توصل للحرية المالية. وهذا كان أفضل تعريف وأبسط تعريف للحرية المالية أنا قريته بحياتي. طيب حلو، الآن عرفنا إيش هي الحرية المالية، كيف نوصل لهاي المرحلة إنه ما نشتغل ويكون عنا دخل. أولا إنك تبني مشروع من الصفر، ما عندك شيء حاليا، أنت بس تشتغل، يعني أنت كموظف بس تشتغل، أو أنت كطالب بس عندك شوية رأس مال، وتستعمل هذا الرأس مال في فتح مشروع سواء كان صغير أو كبير. والمشروع لما أقول لك بناء مشروع، ما أقصد بناء مثلا يعني جوجل جديدة أو فيسبوك جديدة، لا، بزنس صغير يعطيك دخل محدد أو دخل جيد بدون أنت ما تكون موجود فيه. مثلا صاحبي كان عنده $100، راح واشترى تصاميم للدفاتر، وأخذ هاي الدفاتر وحطهم على أمازون. ولما الناس تجي تشتري هاي الدفاتر، أمازون تصنع هاي الدفاتر على حسب طلب الزبون وترسل لصاحبي نسبة ربح، وهذا ما نسميه بأمازون FBA. تصمم هذه الدفاتر أو تصمم تيشيرت، تحطهم على أمازون، والناس لما تشتري من أمازون يجيك ربح. فهذا هو بس عمل شغل شوي، اشتغل شوي على التصاميم، وبعدها ترك المشروع لأمازون كله ويجي ربح، وهذا ما نسميه دخل إيجابي. هذا هو بزنس، هذا بزنس صغير جدا جدا لكنه بزنس. ولما البزنس هذا اللي انت صنعته وتركته يصل لمرحلة انه يدفع كل تكاليفك الشهرية او السنوية، وايرادات هاي البزنس وفوائد هذا البزنس عليك تفوقت على تكاليفك ومصاريفك، فهون انت وصلت للحرية المالية. انت ما تشتغل لكن يجيك دخل يكفي تكاليفك واكثر، لانه خصوصا اذا انت طالب حاليا تكاليفك أقل بكتير من تكاليف شخص متزوج وعنده أولاد وعنده مصاريف كتيرة. والبزنس صغير، قد ما كان صغير راح يساعدك أنت كطالب.
أنا أحكي عن نفسي شخصيا. لذلك بناء مشروع من الصفر قد يكون أداة مساعدة إلك للوصول إلى هاي المرحلة من أنك لا تشتغل لكن يجيك دخل جيد يمكن تغطي على تكاليفك أو نصف تكاليفك كمان. المشروع مو شرط يكون ضخم جدا، إذا المشروع ضخم جدا هاي قصة تانية وهي حكاية تانية. وطبعا هذا المشروع الضخم لو نجح بإذن الله راح يوصلك إلى مو الحرية المالية، إلى الثراء الفاحش. في كتير مشاريع، شوبيفاي، في الدروب شيبينج، في ناس حتى تجيب درونز، هاي الدرونز اللي عم تطير وتاخذ صور للمنازل وتروح تبيع هاي الصور. والله لو تفكر فيها في مشاريع بالآلاف وبمئات الآلاف انت فيك تبدأ فقط إذا كان عندك المهارات. وثاني طريقة انك يكون عندك دخل بدون ما تشتغل هو انك تشتري بزنس جاهز. في عندك رأس مال جيد، في بزنس موجود معروض للبيع، انت لازم تروح وتشوف البزنس، تشوف الموظفين، تشوف المدراء، تشوف الارباح، تشوف التكاليف، الامور القانونية حول هذا البزنس، تشوف كل شيء. لازم انت يعني فعليا تشوف كل شيء بهذا البزنس قبل ما تشتريه. اذا انت تقدر تشتريه خلاص انت صرت المالك. يمكن تعدل هون هنيك، تشيل موظفين، تجيب موظفين، لكن بالنهاية انت المالك. والمالك ياخذ معظم الأرباح اللي في الشغل أو اللي في المشروع حتى لو ما اشتغل أي شيء. لذلك الطريقة الأولى والثانية تقريبا نفس الشيء، لكن الأولى هي أنك تصنع بزنس، تتعب عليه من الصفر. الثانية انك تشتري بزنس جاهز. الطريقتين يودوا لنفس الشيء، انك انت المالك لهذا البزنس ودخل هذا البزنس كله يرجع لك بعد الضرائب وبعد يعني اجار الموظفين واجار الشغل واجار المحل الى اخره. طبعا انا اعرف ملاك مشاريع كتير الى الان يشتغلوا في المشاريع تبعهم، حتى المشاريع لو نجحت ما يتخلوا عنها، يعني يشتغلوا أكتر وأكتر. لكن إذا أنت مثل ما قلنا في فيديوهات سابقة لو أدرت المشروع صح، جبت هيكلة إدارية صح، جبت هيكلة تسويقية صح، فهون أنت يعني مو ضروري تشتغل وكل الأرباح راح تجيك. والثالث طريقة واللي بالنسبة لي هي الأفضل من بين الأربع طرق، لأنها الأسهل، لأنها الأفضل صراحة بالنسبة لي، وما تاخذ شغل كتير، ألا وهي الاستثمار. إذا أنت عندك مبلغ وفي مشروع جيد، مشروع ناجح عم يتطور، يمكن تاخذ هذا المبلغ تودي للمشروع وتقول له مثلا هذا المبلغ مقابل 20% من أرباح هذا المشروع. في احتمالية انك تكون جزء من الإدارة كمان، انه عندك 20%، فأنت يعني تقدر تكون مدير لهذا المشروع، تكون من المدراء الأربعة والخمسة الموجودين في هذا المشروع. والاستثمار مو بس شراء جزء من المشاريع، يمكن تشتري عقار وتأجره، هذا كمان يجيك دخل، ويمكن هذا الأجار يغطي تكاليفك ومصاريفك، وهون وصلت الراحة المالية. أو تعمل مثلي أنا، كان عندي مبلغ، أخذت هذا المبلغ واشتريت جزء من مغسلة هون في بريطانيا، دخلت في متجر عطور لواحد أنا عارفه، وكمان مثل ما قلنا اشترينا شقة سكنية. لذلك كل اللي أنا عامله حاليا هو الدراسة وصناعة المحتوى، والدخل يجيني من مغسلة السيارات، من متجر العطور، من البيت، وتغطي تكاليفي حاليا وأكثر كمان. لذلك أنا أعد نفسي حاليا أني حر ماليا، لأنه أولا ما مشتغل للدخل اللي عم يجيني، ثانيا الدخل اللي يجيني بدون شغل يغطي على تكاليفي ومصاريفي الشهرية. وهذا هو الهدف النهائي. طبعا الهدف النهائي لي اني اكون اكبر من هيك بكتير، يكون عندي مشاريع ضخمة، يكون عندي قناة ناجحة توصل للمليون ومليونين مشترك ان شاء الله. وطبعا هذا الشيء عم يصير خطوة بخطوة بخطوة. لذلك الاستثمار هو جبار جدا، الاستثمار فعليا قوي جدا، لانه بس ما نبيع المغسلة راس المال تبعي رح يجيني، بس ما ابيع محل العطور راس المال تبعي رح يرجع لي. لكن كل هالدخل اللي عم يجيني حاليا هو فقط اللي كمصاريف وكسيفينج حتى ابني مشاريع تانية ان شاء الله. وان شاء الله عن قريب هذا اليوتيوب كمان يصير يدخل، إلى الآن ما دخل ولا شيء، لكن إن شاء الله راح يدخل في المستقبل. رابع طريقة واللي هي أصعب طريقة بالنسبة لي هي التوظيف. إنك تكون موظف رفيع جدا في شركة عملاق، إنك تكون مدير تنفيذي مثلا، أو تكون مدير عند يعني شركة كبيرة جدا
وهاي الشركة عم تعطيك دخل كبير جدا تغطي مصاريفك، ويمكن حتى في العقد تبعك لما تكون في عطلات راح يعطوك دخل كمان. لكن انك تكون موظف بهاي القيمة العالية والجبارة جدا لازم يكون عندك مهارات خيالية، مهارات تؤهلك انه يكون عندك هذا الدخل الضخم جدا. فالاطباء مثلا عندهم دخل هيك، اصحاب الصيدليات عندهم دخل هيك، لاعبين الكورة عندهم دخل هيك. مو كل الناس تقدر انه توصل لهاي المرحلة من خلال التوظيف، لكن اذا انت عندك مهارات وعرفت كيف توظف هاي المهارات فعليا تقدر انك توصل للحرية المالية كونك بس موظف. وهذا شيء جبار جدا عزيزي المشاهد. فكونك موظف اسهل بكتير من بناء مشروع من الصفر. وهاي كانت اخر طريقة بامكانك انك تصل للحرية المالية. وكل واحد يشتغل على حسب مقدرته، على حسب قدراته، على حسب رأس ماله. والاستثمار هو أسهل طريقة من هاي الطرق إنك تبدأ. في معك مبلغ تحطه عند مشروع، تشتري 10 15 20% من فايدات هذا المشروع، يجيك هذا الدخل بدل ما تصرف هذا الرأس مال بطريقة عشوائية. وهون وصلنا لنهاية الفيديو عزيزي المشاهد. إذا أنت لساتك تشاهد هذا الفيديو والله إنك أسطوري. لا تنسى الاشتراك لتستفيد أكثر وأكثر، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. سلام.